يا هلا والله، يا هلا والله. طبعا الفترة الأخيرة وصلنا مرحلة من الفشل الذريع. تسمعون شنو الفشل الذريع؟ يعني وصلنا مرحلة نحير شو نسوي، نحير شنو الشغلات الأشياء الغريبة اللي نسويها، بحيث وصلنا مرحلة من نشوف شي زين أو شي إيجابي نستغرب، أو نشوف هذا الشي شاذ يعني. طبعا فاليوم بهذا المقطع راح اشوفكم فد شغله بسيطه شفتها، يعني ما اعرف اللي وين نريد نوصل، يعني وين راح نوصل يعني. فبهذا الفيديو شوفوا يعني. تيج فعلا لو تضحك علينا. لا حبيبي اكو اليوم عندي اوردر من مريم الى ضرغام زعلان من مريم، حبت تدلله وتراضيه بهديه بسيطه. خلينا نشوف سويت والله. القميص بنص كيلو ذهب. مبدئيا هذا الموديل خلينا بنص كيلو ذهب مرصع بالالماس، هذا كلها الازرار كلها تكون. ما اعرف اكو واحد يعني معقوله يلبس هيك شغلات، يعني معقوله يعني اكو واحد يلبس قميص بنص كيلو ذهب ومرصع بالالماس والاحجار الكريمه هسه راح يذكرهن. يعني ما اعرف ضرغام انت شنو منحط عندك ما تقول لي. كمل شوف. يكون الماس وهذا كله ذهب، وهاي هنا اكو احجار جدا جدا نادره، تقريبا كل 50 سنه لا يطلع من هذا الحجر. وسويته ضد الحسد وضد الرصاص، لان هي مريم تخاف على ضرغام هواي وزعلان من عندها. فهذا القميص ضد الرصاص منو؟ جون ويك؟ يعني والله ما اعرف، ما اعرف حتى جون ويك. شوف خلينا نشوفها يعني، والله ما ادري يعني. ضرغام لوين انت توصل، مريم انت وين توصلين؟ انت نص كيلو ذهب بيش هذا القميص؟ مثل ما تشوف بنص كيلو ذهب، انت باوع بعينك. الموديل كلش حلو ويجنن، فقط الضرغام ماكو منه قطعه ثانيه. اول شيء هو حلو، ما الواحد يقول مو حلو، لا هاي سالفه مستحيل واحد يقول اصلا هذا مو حلو. زين وهنا هذا الشوز هم بسيط، سعره تقريبا 13 مليون وشويه. يعني حذاء شي بسيط، شي بسيط سعره 13 مليون وشويه. ما اعرف والله وين راح نوصل، يعني ما اعرف يعني شنو الغايه من هيك امور. شنو الغايه والله ما اعرف يعني. كمل ونشوف عيني، كمل خلينا نشوف. هذا الشوز همين هديه حتى يرضى ضرغام لانه زعلان على مريم. هسه اصحاب البيجات عندكم. طبعا بس ضرغام عايش قبل لا يحكي اصحاب البيجات، بس ضرغام عايش زين. طبعا هو اعتقد عنده معاتبه او يعني فد شي يحكي بخصوص اهل البيجات. والله خلينا نشوف شنو اللي يحكي. محتوى تطشون بيه. شو تسوون؟ تقطعون رزقي وارزاق العالم الثانيه. اي منشور تشوفوه تاخذون فكره بسيطه عليه وما تكملون الموضوع وتنشرون وتأججون وتسووا غسيل اموال وشبهات الفساد، بس حتى شنو؟ تقطعون ارزاق العالم. انا رجال متواضع ومحلي متواضع وبسيط. يعني باعوا احنا هسه ما نريد نقطع رزق الولد احنا، ولا نريد يعني نحكي عليه ولا ابد. احنا بس جاي نحكي على الشغلات الغريبة اللي جاي نشوفها. يعني تشوف لك قميص او حذاء سعره 13 مليون وشوية، يعني شغلات احنا يعني هاي جديدة علينا، هاي امور يعني ما شايفينها يعني صراحة. زين جزء بلاد الاوروبية غيرها يعني جزء اكو الشغلات زين، واكو اللي واصلين يعني اللي واصلين مرحلة اللي ذول المغنيين الممثلين الاجانب جوز يعني يلبس هيك شي حتى يعني يتفيك بيه. زين انا مو ضرغام زعلان صاحبته مدري حبيبته مدري مرته تجيب له 13 مليون حذاء. 13 مليون واي. واي. شوف هو قال اكو بيهم راح يسوون عوفر البا. هسه راح نشوف هذا الفيديو. يقول العالم، يقول العالم قامت تسوي انه هذا غسيل اموال او فد شي. شوفوا هذا الفيديو، خلينا نشوف هذا الفيديو. موجود حبيبي، اشتغلت اوردر خاص شخصيه جدا جدا معروفه ما نقدر نذكر اسمها اطلاقا. اوكي سعره راح يكون فقط 8500 دولار، بما بلاش يعادل بالعراقي 13 مليون و175 الف. اشتغلت الهيام مثل ما تشوف. تعالوا على الموديل. تشوفون مثل ما تشوف كل هذا يكون. تشوفون لو لا الباس سعره 13 مليون و175 ألف دينار. 13 مليون شدة.
الباس شعره شده. الباس شعره شده. استغفر الله. ذهب، البراند اكيد ذهب، كله ذهب اشتغلت له. هنا توجد شريحه ما اقدر اطلعها بسبب انه بها كود، شريحه الجي بي اس، لان هذا الشخص معرض لكل شيء، حتى سياراته تكون مصفحه، معرض لكل شيء هذا الشخص، للخطف او الاغتيال. فمثل ما تشوف هذا اشتغلت له ذهب، سعره 13 مليون و175 الف فقط. ودائما تدرون بي اني سباق بالشغلات الحديثه والشغلات المميزه. 13 مليون و175 ألف فقط. يعني أنا أشوف السعر كله زين. زين هو توصيله 5000، لو ما توصيله 5000 لو توصيل مجاني لا كان جبت أنا. الله ما أدري يعني ما أدري يعني لوين راح نوصل إحنا. طبعا أكو شغلات جاي تصير. إذا نشوف حكيت من بداية المقطع، إذا نشوف شيء إيجابي أو شيء زين نيو فيديو فاوند. اوكي اذا نشوف شيء ايجابي او شيء زين راح نستغرب. تذكرون المقطع مال الطفل الباكستاني هذا السجاج؟ طبعا هذا هواي تعليقات جت عليه، هواي امور جت عليه، يقول لك هذا يستشهد ما ينطغيش، هذا ما اعرف شلون. صراحة الفيديو انا شفته يعني حسيت يعني ما اعرف الفشل اللي وين صار عندنا لاي مرحلة. لان تخيل قمنا نشوف الشخص الناجح شخص غريب، عرفت شلون؟ وانت عندك التيك توك ابسط مثال تقدر تتصفح بيه وتشوف الشغلات اللي ما شاء الله واحد عن واحد جاي يتزاود، انا اسوي شيء اغرب، انا اسوي شيء اغرب. هواي امور تعبانه يعني ما اعرف. تسانا باللايك واشتراك بالقناه. ما اعرف هذا الفيديو اذا كان حلو او لا استمتعت به، لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناه. اعطينا تعليقاتك، اقتراحاتك، افكارك، اذا عندك افكار عن امور ثانيه. بيس اوت.